هل الصوم يبدأ من مدفع الإمساك أم من أذان الفجر؟ ولو شربت بعد مدفع الإمساك هل صومي باطل؟ أقول إن النص الكريم في قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فالإنسان يجوز له أن يأكل ويشرب حتى مطلع الفجر، فطلوع الفجر أو أذان الفجر هو بدء الصيام. أما ما قبل الفجر ويؤذن له بمدفع الإمساك أو بأية وسيلة من الوسائل حسب عادات الأمم، هذا كله تنبيه للاستعداد فقط. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن بلالا يؤذن قبل طلوع الفجر، وأن ابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر، وقال لنا المعتبر هو أذان ابن أم مكتوم، وبين الأذانين مقدار 50 آية بما يساوي ثلث ساعة أو نصف ساعة. فمدفع الإمساك في بعض البلاد زمنه قرب الفجر مختلف، وعلى كل حال المدفع إيذان للاستعداد فقط. لو فرض أنك شربت أو أكلت أكلا خفيفا قبل الأذان الثاني فصيامك صحيح إن شاء الله.